أحب أمي، وحق الله أحب أمي. أحب أمي، وحق الله أحب أمي. أحب أمي بكل جنون. مين في الدنيا زي أمي؟ أحب أمي بكل جنون. مين؟ مين في الدنيا زي أمي؟ أحب أمي كبر هالكون. إيه هالكون يا عمي؟ حب الأم ما له حدود. حب الأم ما له حدود. هادي اللي تزيل غمي، هادي اللي تدللني ولا يرويها غير شمي. لما يوم أقول الآه تقضي الليل في ضمي. لما يوم أقول الآه تقضي الليل في ضمي. تدعيلي تقول يا الله خلي ذا الولد يمي. خذ من عمري واعطيله، خذ من عمري واعطيله. أقبل دعوة من فمي. هادي الكنز في يمناي، هادي دمها دمي. عمري لو وصل 60 وتعثرت هي تسمي. كيف نقدر نجازيها؟ وكيف يا ناس نرضيها؟ كيف نقدر نجازيها؟ وكيف يا ناس نرضيها؟ عزيزة القدر الغالية مين يقدر يساويها؟ كلمة أمي دي بلسم جروح وقروح تداويها. على أقدامها تمسح وارضي النفس وارضيها. لو تطلبني نور عيني بكف العين أهديها. أمي نغمة رنانة جميلة كثير معانيها. لا ولدي ولا بنتي ما حد يقدر يجازيها. نهر من حب لي يجري. يا رب يا رب يا رب أرجوك خليها. نهر من حب لي يجري. يا رب أرجوك خليها. لو جا الموت أنا عنها، أنا بالروح أفديها. لو جا الموت أنا عنها، أنا بالروح أفديها. أمي بغيري تتعوض. أنا مالي عوض فيها. الله وعلم الله سلامتكم. الله، صح لسانك ويعطيك تسلم ألف يا رب. ألف عافية روان. إذا مشاهدينا الكرام، منذ سنوات عمره الأولى امتلك موهبة الحديث سحرا، وعام بعد عام أكرمه الله بالفصحى شعرا، فأصبح مع الأيام مثار اهتمام وتميز. لا يدخل مجلسا إلا ويطلب منه الحاضرون قصيدة، ولا يصل إلى مناسبة إلا ويكون الحديث معه ذو شجون. شاعر شاب يتلاعب بالحروف والمعاني بحب، يحاول أن يخلد روائع لها قيمة في مجالات لا يحكى عنها أو لا يحكي عنها أحد. نعدكم الآن بهذه الفقرة أن تستمتعوا مع ضيفنا الشاعر الشاب روان عبد الإله دشيشة. يسعد لي مساك. ومساك يا رب. يعطيك ألف عافية، شكرا تواجدك سيدتي. شكرا لكم انتم وشكرا للصف كامل، يعني يعطيكم العافيه، وانا تشرفت اليوم بوجودي معك. الله يسلمك. كلامك جميل عذب، آه يمتص أي مشاعر أخرى. إذا كانت هناك مشاعر سلبية فيمتص أي مشاعر أخرى. سؤالي، من متى بدأ معك موضوع الشعر؟ أنت موهوب، لكن متى بدأت تشعر أو غيرك من حولك يشعر أنك شاعر وموهوب؟ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من وانا صغير، بديت كده بكلمات بسيطه حجازيه اللي هي لهجتي الخاصه. انمقها واكتبها بطريقه سلسه. فالحمد لله انه لقيت يعني والدي، لما تلقي احد من اهلك بيدعمك في البدايه هي يعني فرصه الواحد بيجدها، مو كل فنان او كل كاتب بالمناسبة بيجدها. لازم أوجه له كل التحية والدك، نعم، وانا الأستاذ ايضا عبد الإله والدي. دشيشة. وكمان بمناسبة القصيدة أوجه كمان تحية كبيرة للوالدة. الله يخليك، تسلم يا رب. فالشيء ده خلى عندي فرصة إني الحمد لله أكمل طريقي واستعنت به وبخبرته في الوسط الفني، وفي نفس الوقت مدرستي بعدها على طول اكتشفت الموهبة دي ودعموني.
مين دعمك اكثر؟ كان واحد خلفك في عمليه دعمك كشاعر؟ والدي، يعني انا ما مهم. انكر فضله بعد الله سبحانه وتعالى. والدي هو كان الاول والاخير. يعني لو جيت قلت في الاساس مين الحمد لله روان ليش وصل المرحله دي او كيف وصل المرحله دي، فضل الله سبحانه وتعالى هو والدي اولا واخيرا. كان بالثقافه، كان بالدعم الاعلامي، مهم. فما انسى له فضله. شكرا يعني. اكيد اكيد، شكرا انه الف هو شكر، كمان ما عمل ما لنا تكفي. شاعر يعني بالثقافه هذه وبالابداع والموهبه هذه الله كلها. يسلمك، الله تسلم. يسلمك يا رب. طيب انت ايش بتفضل روان؟ ايش مدرستك بعالم الشعر او ايش مدرستك الشعريه؟ المدرسه هذه يعني في الوضع الحالي الان فهي المدرسه كبيره، امم الشعراء كثيره، امم وفي نفس الوقت انت ممكن كل يوم بيجيكي مسج على جوالك بشاعر قال قصيده حلوه. بشعراء الان بيطلعوا بالبرامج التلفزيونيه الان ما شاء الله عليهم مثقفين وكتاب. انا من الناس الحمد لله اللي استمع للجميع تمام. واقرا للجميع مهم. وانبسط بالشعر النبطي واللغه العربيه والحجازي. يعني مو بس انا عشان يقولوا روان حجازي فهو يسمع بس حجازي، لا بالعكس. يعني حتى اللغه العربيه والقصائد المصريه واللبنانيه برضه اسمعها. تمام. فاسمع للجميع بس واتعلم ايش من لونك الجميع. المفضل؟ حجازي. ابدا، على طول من غير اي تردد توبي، يعني. يعني ما اقدر اطلع من توبي، وانت عارفه اللي يطلع من توبه يعني او اللي يلبس واحد غير ثوبه في ما ناس يجي له. بيلبسوا غير ثوبهم في الشعر. اي مو يا ريت بس في الشعر، حتى في الكلام. حتى احيانا شخص هو حجازي يتكلم معك بلهجه مختلفه، وشخص ما هو حجازي يتكلم حجازي، ما عمره حيزبط ولا عمره حيطلع عليه حلو، لانه الواحد حلوه لهجته وحلوه كلامه. طيب انت لك كم ديوان؟ انت طبعت ديوانين طبعا ديوانين، نعم. وفي لسه اثنين ثانيين تحت تحت الطابع. الطابع، وفي دواوين اخرى يعني لم يراها النور او لم تظهر بعد. ليه مش يعني مقل شويه في دواوينك الشعريه؟ انا مش مقل، لكن ودي لما اطلع العمل ياخذ وقته، وغير انه ياخذ وقته خلاص نعرف. الان معروف انه روان نزل ديوانين السوق، لانه لي فتره مهم. لما انزل عمل الناس حتتلهف تشوف روان السن اللي كان فيه عمره 15 و16 طلع ديوان. انت بدات من 16 ولا اقل؟ اقل، بس انت بدات اول من ما 11 سنه يمكن. تقريبا ايه، يعني لما عرفوا الناس اني انا بكتب شعر وكذا. لكن لما اطلع ديوان الان الناس تبغى تشوف شيء جديد، تبغى مم. تشوف روان بالستايل. روان ايش اتعلم؟ ايش مم. الخبره اللي اكتسبها مم. فتره السنين دي اللي فاتت؟ مم. يعني الان الحمد لله لما بقعد اسمع احد من 5 6 سنين كنت بسمعه قصيده، اجي اليوم اسمعه يقول لي لا انت اختلفت كثير، خبرتي اختلفت، ثقافتي اختلفت، لوني بديت اعرف ايش هو. النضج بيبان في اكيد، القصيده. اكيد. القصيده تنضج مع الانسان نعم. نفسه. طيب تعطينا قصيده ثانيه اعطيكي تمتعنا. من لوني. هات من لونك. القصيده هذه سلوكيه، مهم. بتتكلم عن الانسان اللي هو المفروض انه يهتم بنفسه اكثر من اهتمامه بالاشخاص اللي حواليه. اول شيء انا عمري ما اعرف انه في شيء اسمه قصيده سلوكيه، فانت اللي حتفهمني هو من خلال القصيده دي. ابشري. اوكي. لازم تهتمي بنفسك اكثر من الناس اللي حواليك. يعني حتى لو عندك ابناء عندك كده، لنفسك لها حق عليكي. مم. لا تنسي نفسك لاسباب حسردها في القصيده وحتكلم فيها. يلا. قلت في القصيده هذه: سيبك من قلنا وقال، لبنات بتفيد لعيال. سيبك من قلنا وقال، لبنات بتفيد لعيال. الكل مشغول بالدنيا ويقول ما فيها مجال. احسبها وريح بالك، لا شباب بيدوم ولا مال. القرش الابيض شيله لو جالك يوم بطال. ليه احلامك ورديه وبتصرف باستعجال؟ عيالك عيالك الكل في نعمه وانت شبه الجمال. الغير يركب على جمله يتمايل تيه دلال. اقدامه تحفى ويمشي في بلاد الله رحال. ابنك ابنك يومين راح يكبر، إن شاء الله يصير رجال. لو جاته زوجة أصيلة دي نعمة وعال العال. ولو حظه في وحدة يا ساتر ما تفتكر أفضال. تكوش عليه وتحوش وتحاسبه بالمثقال. وتسوي عزيمة نميمة على قلنا وقيل وقال. وتقول له أبوك وأمك جابولي الهم جبال. ساعتها العيلة تلطم، أهي طلعت بنت حلال. الله. وبنتك مم. بنتك بكرة عروسة. بنتك بكرة عروسة من فرحتها تختال. لو جيت يوم تعاتبها راح تسمع 100 موال.
راتبها لزوجها طبيعي، والباقي للأطفال، وتقول لك زوجي يا بابا الهم يلوخ الخال. ولو بعد سنين طلقها قوم شيل يا خلي البال. نقول إن شاء الله ما يحصل، نقول إن شاء الله ما يحصل، وإن حصلت حالك حال. اسمعها مني نصيحة، اسمعها مني نصيحة، على نفسك دير البال. الأب بطبعه يا عيني طول عمره يشيل أحمال. أنا ما بدي أزودها ولا بدي أقول أمثال، ولا بدي أقول لك بكرة تلعن ساعة الإهمال، تفوق على هم متلتل كأنه نزل زلزال. لو ما فهمت كلامي أتفضل شيل قال. علم سلامتك. الله، صح لسانك، صح لسانك. والله أنا حاسة نفسي بسمع قصة، بسمع حكم، بسمع حكاوي، روايات، شعر، كل شيء بأسمع. يعني أنت جامع كل شيء حقيقي. يعني لما أقول كلمة كل شيء فعلا هي كل الله شيء. يسلمك، تسلمي. هذه شهادة لي، وأنا بتكلم ببساطة بالحجازي حقي، وبتكلم أبغى هدف يوصل. أنا ما أبغى أجي أقول قصيدة بس ايش عشان هدفك؟ انت هدفك رساله بتوصلها؟ أكيد. رسائل يعني انا شفت مجموعه من الرسائل بتحملها هذه القصيده. الحمد لله. فانت يمكن بتاخذ من خبرات المجتمع، يعني من خبرات حياتك وبتقولها، ولا من خبرات الناس؟ عشان لا اورطك. لا من هذا خبرات. السؤال دائما نساله، يعني استاذ خلود من جد. يعني الواحد لما ينضج قبل شويه يقول لك، وينضج في كل حاجه، حتى في القصيد، حتى في الكلام، تمام. حتى في تلقي المشكله. الان لما يجي احد يحكي لي مشكله، او يقول لي روان انا واقع في المشكله الفلانيه، او روان انا مثلا صار معي الظرف الفلاني، يا ريت تكتب لي عنه وبعبر. في ناس تعبر بالقلم تكتب، في ناس ترسم، في ناس تتضارب تعصب. كل واحد بتعبيره. انا عن نفسي والله بكل امانه، يعني انا لما يجي احد يشكي لي اتقمص الشخصيه نفسها واعيش، اخليه يتكلم معايا، اعيش الدور واكتب. سؤالي فضل. الاخير وبكلمه واحده، انت شايف مستقبلك فين؟ ان شاء الله طبعا. باذن الله. يعني انا باذن الله، يعني مش يعني مش يقولوا روان انه مغرور او حاجه زي كده، لا. انا باذن الله بفضل الناس اللي حواليا، وبفضل الدعم، يعني الحمد لله الفكري اللي انا بتلقاه من الناس اللي حواليا، من المجتمع اللي حواليا، انا باذن الله ححاول اوصل اني اخلد النصح بالطريقه الجميله بالقصيده. اكيد اكيد. اخلد قصيده السلوكيات اللي انا اقول لك، قلت لي شيء قصيده السلوكيات، عرفتها. ابى اخلد كلمه سلوكيات في القصيده. اكيد اكيد. بإذن يعطيك الله. الف عافيه باذن الله. شكرا لك روان، ونورتنا، وفعلا يعني كانت فقره ممتعه جدا بالنسبه لي، واكيد ان شاء الله بالنسبه للمشاهدين. ان شاء الله. تسلم، يعطيك العافيه. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، بهذه الفقرة الممتعة وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله بيوم جديد وحلقات جديدة وفقرات جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر. سيدتي إلى اللقاء.